خلصت حاجات كتير قوي الفترة اللي فاتت، فتعالي اقول لكم انا خلصت ايه وبدلتها بايه وايه رأيي في الحاجات اللي خلصتها وانا بعمل شعري معاكم. بصوا انا مخلصه كام علبه منه بجد سايباهم كلهم عشان عايزه اقول لكم قد ايه انا خلصت منه، ولسه عندي تاني ده لسه جديد، دول كلهم مخلصاهم. طبعا مش قادره اقول لكم قد ايه انا بحبه، باين قد ايه انا بحبه، لدرجه اني جبت منه الشامبو رغم ان انا مش محتاجه شامبو صراحه، عندي كتير. وجايبه منه الهير ميلك، وده حرفيا حاساه بجد قرب يخلص يعني انا استخدمت منه كتير قوي لدرجه ان هو قرب يخلص. تعالوا نستخدمه النهارده. الجو اللي احنا فيه الحر ده بينشف بسرعه، البرق. حرفيا بنزل في الشمس ارجع الاقي شعري ناشف جدا. تاني حاجة خلصتها يا جماعة وهو السيروم ده نياسيناميد من ايفا. بجد يا جماعة تحفة جدا، بس انا بحب جدا بتاع The Ordinary، فقلت ارجع اجيب بتاع The Ordinary لاني وحشني قوي. بس يا جماعة بتاع ايفا بجد ما يختلفش كتير عن The Ordinary، وممكن ارجع اجيبه تاني يا جماعة. بس بعده بحب احط الهيالورونيك اسيد، فتعالوا نحطه الروتين. بقول لكم برضو الحاجات اللي خلصتها، الحاجات اللي انا ندمانه ومتضايقه ان انا خلصتها، بس هو حلو جدا. هو عباره عن بس بالايكاليبتس، فريحته لطيفه. مش عارفه يا اما هتحبوها يا اما هتكرهوها، بس هو تحفه في ارتخاء العضلات. انا كنت بحطه كنت بحس ان انا قادره انام بشكل احسن، كان بيقلل الستريس. بجد حلو قوي يا جماعه، لو انتوا عايزين تجيبوه من باث اند بادي وركس حبيته جدا. وده لما خلصت يا جماعه انا قلت اجرب بتاع نيفيا الجديد اللي بالورد، ريحته لطيفه قوي مش قويه، وترطيبه بجد حلو جدا، حبيته قوي لحد دلوقتي. الغسول ده يا جماعه خلاص خلص زي ما انتوا شايفين، وبجد كنت بحبه جدا لانه فيه ساليسيليك اسيد، فكان بينضف البشره حلو قوي. ولما خلص انا جبت مكانه ده بتاع سيرافي، بجد حلو قوي لحد دلوقتي، انا حاسه لطيف جدا مش بيهيج البشره. ده كان بيعمل لي احمرار في البشره، بس ده مش بيعمل لي احمرار في البشره. دي يا جماعه زي ما انتم شايفين خلاص فاضل فيها نقطه صغنونه يعتبر خلصت، بس مش عارفه اجيب مكانها ايه. بفكر اجيبها هي نفسها او اجيب بتاعه نيفيا، فقولوا لي في الكومنتس انهي احلى، وقولوا لي لو في مزيل للميك اب انتوا استخدمتوه كان حلو. برضو ده يا جماعة قرب يخلص، زي ما انتوا شايفين هو زيرو الكحول، زيرو مينرالز، زيرو ألمنيوم، فما كانش بيسمر تحت الباط. بس كنت بحس ان هو مش بيشيل ريحة العرق قوي، فعايزة حاجة قوية. فرشحولي في الكومنتس برضو ايه ممكن يكون مزيل عرق قوي استخدمه في نفس الوقت مش بيسمر تحت الباط. الكريم ده من باليه يا جماعة مش خلص، انا لحسته حرفيا مش مخليه فيه اي حاجة. بجد كان حلو قوي، كنت بيرطب تحفة. بس انا كنت نفسي اجرب حاجة تانية، فلما خلص انا جبت مكانه ده من The Ordinary لو انتوا عارفينه. قلت بجد انا محتاجة اجربه، مش اول مرة اجيبه، انا جبته قبل كده كتير وكان حلو قوي. بعشقه، بعشق البتاع ده تحت الميك اب، فظيع. فوق الميك اب فظيع وده يا جماعة اخيرا هقدر ارميه. الماسكارا دي بتاعت الحواجب يا جماعة والرموش من The Ordinary، زي ما انتوا شايفين متبهدله قوي. ده برضو الفرشه بتاعتها فظيعه. عايزه اقول لكم بعشقها مش بحبها، لدرجه ان انا جبتها تاني بجد جبتها تاني، مش قادره استغنى عنها، ومفيش حاجه بتديني الافكت بتاعها غيرها هي. خلينا نحطها مع بعض. بتحطوها على خط الرمش، لان اختي كانت بتستخدمها غلط، كانت بتدخلها جوه عينيها وحصل لها مشاكل بسببها. بتحطوها كده يا جماعه على خط الرموش، وبجد عايزه اقول لكم طلعت لي رموش. لا بجد هي حلوه فعلا لدرجه ان انا جبتها تاني فدي خلاص اخيرا هقدر ارميها، ودي هستخدمها. اخر حاجه يا جماعه بتخلص من عندي، ما قلتلهاش حاجه، هي الماسكارا بتاعتي بتخلص، انا عايزه اجيب واحده تانية. فقولوا لي في الكومنتس ايه احلى الماسكارات اللي انتوا استخدمتوها بتطول وبتكثف. بالنسبه لي التكثيف حاجه مهمه جدا، وقولوا لي اجربها. وبس كده اشوفكم المره الجايه. ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وكومنت وسبسكرايب، واستنوني الفيديو الجاي.